عباد الله، إذا بقي أهل الحق ساكتين متنازعين مختلفين متخاذلين، فسيأتي يوم يضطر خطباء الجمعة والأعياد إذا بقوا سيضطرون إلى أخذ الإذن والرخصة من موازين ومن الموسيقى الروحية. هذا يجي وقت اللي ما يمكنناش نطلعوا فوق المنابر حتى يعطيونهم الإذن، ومن معامل الخمور ومن الأبناك الربوية ومن الجمعيات الإلحادية ومن المكتب السياسي اليهودي ومن المكتب السياسي والقنصليات والسفارات الأمريكية وغيرها حتى يسمحوا لنا. أما الإذن ديال المجالس العلمية ولا الإذن ديال وزارة الأوقاف ما غادي يبقى ياكل والو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن أعداءنا يعجبهم أن نبكي بصوت كما نسمع، ولكن لا يعجبهم أن نتفق على كلمة لا إله إلا الله. كفانا بكاء وكفانا ضعفا وتخاذلا وعجزا. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والتابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفق عاهل المغرب الملك محمد السادس إلى سبيل الهداية والرشد، وأيده بالحكمة والسداد، واجعله للحق وضدا على الفساد، واشدد اللهم أزره بأصلح العباد، واكفيه اللهم بألطافك ضلالات الجهال ومكائد الحساد، واجبر اللهم أحوال المسلمين في سائر البلاد. اللهم قو إيماننا وأصلح نياتنا وسددنا في أفكارنا وأقوالنا وأعمالنا، وخذ بنواصينا إليك على منهج نبيك وسيلة أحبائك وأوليائك. اذكروا الله يذكركم، اذكروا الله، اذكروا نعمه يزدكم، واذكروا عزته وبطشه، واحذروا غضبه فإنه على كل شيء قدير. غفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين.